هذا شمري قال ابن فروان، وهذا من أهل الشمال من رفحة، وقصة معروفة يمكن الحاضرين يعرفونها لكن أفيد فيها الجمهور. جزاك الله خير. ابن فروان هذا تزوج من منطقة القصيم، منطقة الزلفي، هالمناطق هذه قبل حوالي، القصة قديمة شوي، نتكلم عن 60 أو أكثر. وتزوج المرأة من هالمناطق وجاء منها بنية، ولكن المرأة سنها ما رغبت انها تكمل مع الحياة، فطلبت الطلاق وطلقها وخلاها وراح الرفحة، هو من هالرفحة. جابت بنية، وهالبنية هذه يوم وصل عمرها 3 أو 4 سنوات وينشد عنها، جاء من رفحة يسأل عنها، قالوا في المكان الفلاني بين الرس وبين الزلفي في هالمناطق هذه. يقول يوم جيت واجي البيت الشعر اللي امها فيه وانادي يا ولد يا ولد، وتطلع لي الام اللي هي ام بنتي طليقتي. يقول انا مالي لزوم فيها، بس ابي اشوف البنت واطمن عليها، ومعي مثل ما تقول شيء لها. وين بنتي؟ قالت بنتك في الخبه الفلانيه ترعى البهم، عمرها 4 سنوات 3. يقول حنا علينا سحاب وعلينا مطر. قلت خير ان شاء الله. يقول اعطيها ظهري واروح. يقول يوم جيت الخبه البنيه ترعى البهم، عمرها 3 4 سنوات. يقول هي داريت ان ابوها شمري وداريت اني منه، لكن معلمينها تعليم بسيط، والناس اول اطفال نبيهين. صح. يقول يوم جيتها واسلم عليها واجلس انا وياها وشلونك من هالكلام والبهم هذا. يقول يوم سمت علينا السم بالمطر. يقول انا علي فروه او بيدي او بشت، يقول واخذها واحطها في البشت الين خف المطر. يوم خف المطر يقول وانا احبها واتركها واروح لاهلي. يقول يوم اخذت 4 سنين ثاني. اللي يقص القصه عبد الرحمن المسعود، واتوقع انه حي، والله يطول في عمره. امين. يقول يوم اروح لاهلي واجي واقعد 4 أو 5 سنين ثانيه وارجع واجي لبيت الشعر، ويا فلانه قالت نعم. قلت البنت؟ قالت البنت تطلب كل حاجه توفي. الله المستعان. شلون؟ قالت امر الله. يقول انا استخلف الله فيها واقعد لي ما ادري عندي، يقول وارجع لها. تزوج وجاني عيال الظاهر. يقول يوم خذ 45 سنه. يقول انا قايم من الصبح ما عندي من الشيطان طاري، ابى انزل للسوق وانا مبكر على السوق. يقول يوم نزلت السوق يقابلني واحد قال وين رايح ابن فروان؟ قلت رايحين للسوق. قال ما بعد فتحوا. قلت والله اني مشتي حتى لو اتمشى بين الدكاكين وهي مسكره. قال لا اقلط عندي قهوه تنزاهل. يقول واقلط عنده وتزيل السواليف وتجي علوم القبائل وعلوم العرب. يقول وانا اقول سالفتي عن هالبنيه، كنا نتكلم في العائلات اني انا زد اخذت من الفلاينه وجاتني بنت وهذا وضعها وهذا وضعها. ولا الرجال قال لي كلمة، قال انت وكدت انها ماتت. قلت امها ما عاد عقب امها شيء تقول انها ماتت وخلاص. قال والله خاف انها قالت انها ماتت ما تبيك تاخذها معه للشباب. يقول سنه قد في سدي شيء. قال ابن الحلال 45 سنة هالحين وين؟ قال اقول تأكد. يقول انا صرت افكر وهوجس. يقول وانا اعزم على اني اروح للرياض. السيارات اول تطلع من الرياض للزلفي والمناطق هذه. يقول واركب واجي للرياض واسال عن موقف اهل الزلفي. قالوا هذا. يقول يجي لاخو الراوي يا احمد يا محمد المسعود. يقول له هو عنده موتر بلكاش يبي يروح للزلفي. قلت يا ولد انت رايح الزلفي؟ قال لي قلت ترى معك خوي. قال الله يحييك. يقول واركب معه ونجي. جو عند الراوي اللي يقص القصه اسمه عبد الرحمن المسعود. قلطوا عنده. يقول انا جوني الساعه تقول 9 10 في الليل. يقول وشاب الضوء وعندي عشاء. يقول تعشوا. قلت انا ابي احد يوديني مكان الفلاينه. البنت اللي اشتهرت فيه انها طبيبه شعبيه ومسمينها الطبيبه الشمريه او المعالجه الشمريه، تعالج الصغار وتعالج الكبار، وعند السبله بيوتها. قال ابي احد يوديني السبله عند الطبيبه فلانه. يقول عبد الرحمن
قلت الحين ما احنا نوديك في الليل امرح عندي واذا اصبحنا يحلها الحلاق. قال الله يجزاك خير. يقول انا امرح عنده واسولف له عن القصه هذه كلها. قال والله احنا نعرفها الشمريه وهي معروفه عندنا وهي عند الزلفي، لكن انا ان شاء الله اللي بودي. يقول انا عندي موتر لاند روفر شاريه ب 2000 ريال. يقول واروح انا وياه للبرقيه، يقول انا اشتغل في البرقيه في الزلفي واخلص رسائلي كلها وارسلها واركبه معي واروح. يقول يوم جينا ترى واحد من اللي جالسين معنا وصف بيوتهم، قال ترى 3 بيوت معروفه للبراعصه. يقول نجي اطرف بيت منها ونقلط على رايها. يقول وقت تبعيل السبله اللي يبعلون على المطر اهل الزلفي. يقول الناس تبعل، وهذا الرجال اللي حنا قلطنا عنده ظن ان حنا جايين نبعل. فيوم تقهوينا انتظر. قال انتم مبعلين؟ قالوا لا والله حاجتنا عندك. يقول يتكلم الراوي عبد الرحمن مسعود، يقول واتكلم واساله، قلت الرجال مضيع له بنت وجاي ندورها. هذا شايب. قال وش بنته؟ قال عويشه. اسمها عايشه. قال عويشه. يقول لا عويشه ورا ذرى البيت عمرها 50. قالت انا مالي ابو. قال يا فلان انا ما حتى انا سالت بنتي مالي غرض هيك، بس بقول لك شيء صايم بيني وبينك، ان كانت ذكرتيه فانت بنتي، وان كانت ما ذكرتيه رجعت مع دربي. قالت قل. قالها كسره في الخبه الفلانيه يوم نسمع البها. ما جات رجال وعليه بشت وقعد معك ويلعب وياك، يوم جاء المطر ضفت في صدره وحط الفروه عليك. ان كانت بنتي فبتذكرين هالموقف، ان كانت بنتي انا عودت من طريقي. يقول هي ما كملت مرت الذره. والله المستعان. قالت اسمك من؟ قال فلان الفلاني. قالوا هي تخمي 45 سنه ما تدري ابوها وهي طبيبه شعبيه فيها. يقولوا يصيحون ونصيح لنا لين صفروسه. يقولوا يلتم شملهم بعدها هالسنين الطويله. فسبحان الله هذا من قصص العرب الاولين، وقصه مشهوره في الزلفي واهلها يعرفون. هذا ملك اهدي اليه فرس، والفرس هذه طيبه في ظهرها وفي شكلها، وقال ابي لي سايس يسوس هالفرس. الشاهد في الكلام ان السايس خذها وراح للبر وقعد اسبوعين وردها للملك. بشر يقول الملك قاعد ياكل اكل ولا يساله. قال بشر عن الفرس. قال والله يا طويل العمر الفرس طيبه بس فيها عذروب بسيط. قال وشو؟ قال رابي مع بقر. قال وش تقول؟ قال اللي سمعته. الملك ما بغى يساله شلون عرفت ولا شيء، استلحق الرجال اللي اهداه الفرس. قال يا فلان من وين جبتوا لي هالفرس؟ قال والله هذه امها فلانه يوم ولدتها حطيناها مع البقر، ماتت امها وحطيناها مع البقر وقمنا نعطيها منها الحليب وطلعت بهالشكل النظر واهديناك اياها. قال كفو. شيلوا هالصماط والسفره هذه ودوها للسايس في بيته. قالوا شو؟ راحوا للسايس قالوا هذه سفره الملك ارسلها لك. خذ له اسبوعين جاء رجال واهدى الملك صقر. يا ولدي قال نعم. قال تعرف للصقر؟ قال اي والله اعرف له عطني. خذه وطلع للبر ورجع. بشر قال والله الصقر ممتاز وطيب ونظر بس فيه 3 عذاريس فيه عذروب. قالوا وشو؟ قال عايش مع دجاج. قال هذا عايش مع دجاج؟ قال استلحق راعي الطير يا فلان من وين جبتوه؟ قال والله احنا نروح ظل عام مطفى وناخذها من عشاشها بيض ونحطها تحت الدجاج واذا فقس اهديناه على الملوك. قال لا حول. اذبحوا خروف وسووا مرق وخبز وارسلوه للسايس. والله يذبحون الخروف يرسلونه. خذ له 3 أيام الملك يخالي السايس بينهم سواليف. قال يا فلان والله ان كلامك عن الفرس صح وعن الطير صح، انا متزوج لي حرمه لي 2 شهر ولا بيجي منها ظنا الا اتاكد انها بنت رجال. ابيك تشوف تسوسها لي هي بنت رجال ولا لا. قال من ابوها؟ قال ابوها فلان بن فلان الفلاني. قال امير قبيله. قال خير ان شاء الله. خذ خوي له وراح لها في البستان، بستان الملك. اقبلت ومعها الحرس محظيه زوجة الملك وتدري انه خوي عند زوجها. يوم اقبلت قاموا اوعز صاحبه يضربه قدامها. قام صاحبه يضرب السايس قدام المرأة قام ينتخي فيها فلانة بنت فلان وابوس فلان واخوة فلان وزوجة فلان وعند الحرس فكيني. ولا والله ما هو بيمسن. عطتهم ظهرها ودخلت. ما عندك احد. جاء الملك قال
علمني. قال علمك ان شاء الله. المرأة هذه ما هي بنت الرجال، دور ابوها. قال ايش تقول؟ قال اللي سمعته. نادى لابوه. المرأة اللي زوجتني ما هي بنته. قال بنتي. قال والله لا خلي راسك يثولث رجليك اما علمتي صحيح. قال عطني الامان. قال عليك الامان. قال احنا باديه نشد ونرحل وعلينا عج، ولقيناها في ذر البيت وادخلناها مع بناتنا، وانت ارسلت خطاطيبك وجازت لك وزوجناها. احنا اللي ربينا واللي طال عمرك ولد غيرنا. تبيها خذها، ما احنا ترى ما عرضناها عليك. قال خذها معك طالق. طلق المرأة. استانس الملك، ذبح حاشي، قلط السايس على السنة، وقام يقطع له ويعطيه منها الشحم ويعطيه منها اللحم. شبع السايس. انفض المجلس، ما بقى له وياه. قال الحين كل امورك تمام، باقي انا فيني شيء. اشعتكس هذه انا ترى ان صلحت الرعيه، مو فسدت الرعيه. قال لا انت مالك ما عليك العافيه. قال انا مداخلك بالله، انسان فيني شيء تعلم. يا سلام. قال عطني الامان. قال عليك الامان. قال انا سايسك اول واحد. قال بشر. قال ما انت بولد ملك. قال انا وحيد ابوي متوفي له 3 سنوات. قال راح دور ابوك. يا ابن الحلال يا ابن الحلال. قال ما عنده الا والدته، ويروح لها يمه انا من انا ولده. قالت له تدور شيء مالك فيه سنه. اي والله. قال والله انت تعلميني. قال صك الباب. قالت الملك اللي توفي ما في نما، ولو مات راح الدنيا هذه كلها بين حرب وخليته يطلقني. يوم انتهت عدتي تزوجت الطباخ العويد اللي مات قبل شهرين. وجيت انت وطلقني الطباخ ونسبتك للملك. خوالك طيبين وابوك الطباخ كنت وقال لا تدور على شو اسمه. لا حول ولا قوة. الرجال منكسر جاء عند خوي اكرمكم الله اكرمكم. يوم جاء عند الرجال طال عمرك. قال الملك علومك كلها صح بس علمني شلون عرفت. قال نبدا بالفرس. انت اعطيتني فرس وطلعت فيها الصحراء ولا ما هي بفعول الفرس اللي احنا تهذب وتركض وتدور الاماكن الوسيع، هذه تحكحك في الجدران وتلحس في الملح وتدور الحصى، ولا فعلها فعل بقر ولا شكل. قال طيب الطير. قال الطير اعطيتني طير ما نحلمه، احطه على الوكر واعطيه الحباره ينزل على الحب ويبحث في التراب. ولا ما فعل دجاج عايش مع دجاج من فعله. قالوا المراه لونها طيبه ومتربيه في بيت طيب، والله العظيم تفكري الجنود علي ابراهيم عليه الصلاه ولا انتخي فيه اخوانه وابوها ما فيها خير. هذا مين بنت الرجال قلت. قال وانا. قال انت المصيبه الكبرى. قال ايش فيني مصيبه؟ قال عطايا الملوك اذا حلت مشاكلها جزله، اما ذهب ولا خيول، اعطوه لحم ودوا له باقي الذبيحه ودوا له خبز ودوا له مرق. انت ولد طباخ ولا ولد منها؟ انت ولد منها. قال الزله انك صادق. وهذه من الفراسه ومذكوره في القران. نحتاج السايس هذا يا ابو. نحتاج السايس. والله يكفينا قصته.